ليه تتعلم لغة؟ إيه أهمية اللغة؟ ليه لازم أتعلم لغة جديدة؟ هل هي مجرد رفاهية ولا ممكن تفتح لي أبواب كتيرة قوي في حياتي؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي. ازيكم؟ أنا يارا، مصرية شغوفة بتعلم اللغات. بصوا كده على الصورة دي كانت مترجمة بتترجم بين رئيس فرنسا ورئيس مصر. ليه في ظل العصر اللي مليان بالتكنولوجي والاي اي والسوشيال ميديا، ليه برضو الرؤساء بيستعينوا بالمترجمين رغم ان هم ممكن يجيبوا مثلا ذكاء اصطناعي او روبوت ويترجم ما بينهم؟ ببساطة حتى تاخدوا بالكم من الصورة انها بتقلد حركة الايد وتقلد يعني بتترجم حتى الكلام اللي موجود بحذافيره، لأن طبعا الترجمة في الوقت ده بتكون مهمة جدا لأنها ممكن تقوم حروب، ممكن تظبط سياسات، ممكن تعمل حاجات كتيرة قوي الترجمة. ومش هقول بس لمجرد ان هو مجال الترجمة في اللغات، تعلم اللغات لوحده اصلا مهم. بص كده حواليك على الافلام، الاغاني، المسلسلات، الكتب، التاريخ، السياسيات، ال- الوزراء والسفراء، كل الكلام ده لو مفيش لغة احنا مش هنعرف نتواصل مع بعض اصلا. ربنا قال برضو سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إيه بقى معنى الآية دي؟ إن ربنا خلقنا متنوعين، يعني متنوعين بشريا، يعني ذكر وأنثى، متنوعين حتى في القبائل، قبائل عربية قبائل أجنبية، متنوعين في الشعوب، شعب عربي شعب أجنبي. ليه؟ علشان مثلا نتفاخر بنفسنا؟ لأ، علشان نتعارف على بعض، علشان نشارك بعض، علشان نتعاون مع بعض، فبالتالي يؤدي ده كله لإعمار الأرض، وده الهدف اللي احنا اتخلقنا علشانه. إذا برضو تعلم اللغات برضو من ضمن الأهداف الدينية. أنا كواحدة مثلا بدرس في كلية اللغات والترجمة، بدرس في قسم اللغة الألمانية. مثلا أنا ببقى عايزة أروح منحة لدولة ألمانيا، أو عايزة أسافر للشغل أو للتطوع. كل ده بيبقى اللغة شرط أساسي في القبول للسفر أو للتطوع للبلد دي. حتى لو مش هناخدها على أساس إنها شغل أو دراسة، لما تيجي تروح للبلد دي انت مش هتعرف تتعامل معاهم لان انت مش عارف اللغة بتاعتهم، هتفهمهم ازاي؟ فطبعا اللغة شرط اساسي جدا. واحيانا بيكون في تطوع لبلد معينة، تطوع في شغل او تطوع في ايا يكن المجال اللي انت هتتطوع فيه. بيبقوا مثلا متطلبين، بعض الدول بتتطلب لغة انجليزية ولغة المانية. لو انت مثلا معاك الانجليش بس مش معاك الالماني، اذا انت مرفوض. للأسف دي الحقيقة يا عزيزي المشاهد. وكمان برضو بتنفع في حتة الشغل. دلوقتي الشغل، مثلا أنا واحدة أهو ممكن أدرس لغة ألمانية، بس لو ما معيش إنجليش فرصة قبولي بتكون قليلة في الشغل. اه طبعا دلوقتي الشغل بقى اللي معاه لغات كتير بيبقى فرصة قبوله أسرع، أو بمعنى أدق فرصة قبوله بتكون أحسن. كمان تعلم اللغات مش بس مهم في الدراسة أو في الشغل أو في السفر أو في الحياة العامة عامة. إن أنت لو ماشي في الشارع لازم تعرف تكون بتتكلم لغة الدولة اللي أنت موجود فيها. لأ، ده كمان مفيد لصحة عقلك. تعال أقولك إزاي. الدراسات أثبتت إن الناس اللي بتتعلم أكتر من لغة بيفرزوا مادة رمادية. المادة دي بتتفرز في المخ، مسؤولة عن التركيز وحل المشكلات والتفكير المنطقي والتذكر. يعني مش بس انت بتنمي اللغة عندك، انت كمان بتطور من صحة عقلك. كمان بعض الدراسات أثبتت إن تعلم اللغات برضو، أو اللي بيتعلم أكتر من لغة، بيحمي عقله من الزهايمر، أو ممكن يظهر عنده بس بشكل متأخر شوية. فده برضو نحطه تحت كاتيجوري إن تعلم اللغات بيخليك تستثمر في صحتك العقلية والنفسية. طيب إيه كمان ممكن يكون مفيد في تعلم اللغات؟ إنه بيقلل التوتر وبيحسن من اجتماعياتك. بينمي عندك، زي ما احنا قلنا من شوية إن المادة الرمادية لما بتتفرز بتنمي عندك حتة حل المشكلات، فممكن بتنمي عندك برضو حتة الذكاء العاطفي. وبرضو مش هتنمي عند كل حد، لأن حتة الايموشنال انتليجنس دي بتبقى محتاجة أكتر لو في ناس ما عندهمش الايموشنال انتليجنس، لأن بمعنى أدق في ناس بتكون عندها بالفطرة وفي ناس ما بتبقاش عندها.
الناس اللي ما بتبقاش عندها دي بتبقى مضطرة إنها مثلًا تاخد كورسات في الemotional intelligence، بس لو هي عندك فتمام. بس اللي أقصد بيه هنا دلوقتي هي إن اللغة من ضمن الحاجات اللي بتساعد في الemotional intelligence، أو إن أنت يبقى أهدى شوية، عندك توتر أقل، عندك ثقة بنفسك وأنت. إذا من كل الكلام اللي إحنا كنا بنقوله من شوية ده، إن تعلم اللغة مش مجرد رفاهية أو مش كورس بس وبناخده. على فكرة كمان كان في مذيع قبل كده قال تعلم اللغة ده بقى عادي، حاجة عادية، وإن الحاجة المهمة دلوقتي هي ال AI وكورسات البرمجة، أو تعلم البرمجة عامةً. البرمجة مهمة، بس لو من غير تعلم اللغة أنت مش هتعرف تتعلم برمجة. يعني على الأقل في كورسات اللي موجودة على المواقع زي كورسيرا ويوديمي وغيرهم، موجودين عليها لا إما بالإنجلش لا إما بالجيرمان لا إما بأي لغة تانية. مش هتعرف تتعلم الحاجة دي غير لما تبقى عارف. حتى كمان الناس اللي بيحطوا كونتنت بالعربي فيها تعلم الحاجات دي هم اتعلموها أصلا من ناس أجانب. فأنت still هتروح فين من تعلم اللغة؟ اللغة دي هي الحاجة اللي احنا بنتكلم بيها، مش هتعرف تفهمني. فإذا تعلم اللغة مش مجرد رفاهية بس، ده كمان بيفتح لك حاجات كتيرة قوي في حياتك، من شغل لسفر لدراسة. فهي دي تعلم اللغة يا جماعة، هي دي أهميتها. وفي القناة دي إن شاء الله هنمشي مع بعض خطوة بخطوة إزاي نتعلم اللغات. ودي أول حلقة. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. مع السلامة ودمتم بخير.